بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اخواتي وحبايبي، ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض قرنبيط. انا اول مره اعمله على القناه ويا رب يعجبكم ان شاء الله. جبنا القرنبيط اول مره النهارده. شوف القرنبيط بالكيلو، قطعته وردات صغنونه كده. هي طبعا كده ما ينفعش كده كبيره، مش هتبقى كويسه مستوى من جوه. قطعناها وردات صغنونه وجهزت الميه فيها ملح وكمون. احطه بقى في الميه على السنه. بسم الله الرحمن الرحيم. اسقطه في الميه كده. هي المية غلت. هي الميه بتغلي، ايوه، بس انا وطيت عليها سنه عقبال ما قطعته. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سيبي لا سيبي كده. عادي بتغسل. انا احطه كله. انا ما بكترش عشان في عندي ما بياكلوش. امسكي كده وأقوم مقطع دي كمان مره اهي كده. بصوا اهي وردات صغنونه كده، عشان لما بتبقى صغيره كده بتستوي. طبعا ان شاء الله النهارده احنا نعمله ببيضه واحده على طريقه اختي سناء. معلش يا سناء، ام العيال، اختي وحبيبتي، الله يسعد قلبك يا رب. اعملوا على طريقتها كده. خلاص، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. كده بقى نسيبه يتسلق واغطيه ثواني بس. خليكي انت عندك مش معايا. يا الله يا الله. كده غطيه نسيبه يتسلق. وبل ما يتسلق انا مجهزه معايا التوابل. انا جايبه في دي خلطه. اللهم صل على النبي. كمون، على فلفل اسود، على كاري، على كركم، على كاري، على فلفل اسود كمان. انا مزوده الفلفل الاسود شويه، كمون، ملح، ريحه كزبره. انا بحب طعم الكزبره في الاكل. والدقيق هنعمل طبقين دقيق. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده معايا حبايبي، ما كملناش كده. معايا الدقيق اهو، ومعايا هنا دقيق تاني، وهنا احط عليه معلقه نشا عشان يخلي القرن. هنا عليه معلقه نشا. معلش يا سناء لو في حاجه عملت مني، معلش. معلقه تومه هنا، ده اللي هنحط عليه البيضه. ونحط بقى بسم الله شويه الخلطه دي اللي هي الكاري والكركم اللي اسفه، معلش مش عارفه بتلخبط ليه. حبه الكزبره، حبه الفلفل الاسود كده، الملح هنا كمان. معلش انا بعمل لوحدي. كزبره، كمون، خايفه احط كده الملح كده. انا حطيت الملح اهو والكمون والكزبره. نفس التتبيله اللي عملتها هنا، نفس التتبيله اللي عملتها هنا، عشان الملح يبقى مطعم. وقلبوه مع، معلش بقى احنا هنعمل بايدينا كده عشان الواحد يتاكد ان الخلطه دي بتفيد. لو احتاجنا حاجه منها تاني نبقى نحط. خلطتها كلها مع بعضها. لو احتاجنا حاجه هنا كمان برضو، وندوق مع حته التومه كده. احنا اتعودنا نعمل حاجه بايدينا تحسيها، والعجين وكل حاجه تحسيها بايدك ان انتي حاجتك مظبوطه. يعني انا احب احط الملح الاكل بايدي كده. ظبطنا كل حاجه. انا معلش بقى انا هحط بيضه واحده بس مع الخلطه دي اللي انا هسقط فيها القرنبيط. ومعانا هنا القرنبيط بالسلق لسه شويه. نهدي النار حبه عشان ياخد راحته. احنا بنحط الكمون في الميه وفي الخلطه عشان القرنبيط والكرنب والحاجات دي كلها بتعمل انتفاخات، عشان اللي عندهم قولون وكده يبقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى نعمل نزود جهز الخلطة دي وخلاص كده. دول كده نكمل بقى البيضة ونشوف هنعمل ايه. يلا كده بقى حبايبي اهو. انا طبعا كل واحد يعني ايه، انا اختي سناء، معلش انا اسف، سناء اختي وحبيت، انا عملت على طريقه ان احنا نجرب من غير البيض، بس انا حبيت احط بيضه واحده واحط معلقه طماطم، احط معلقه خضره. احنا طول عمرنا بنحط خضره على نحط الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كده امسكي اياك كده، امسكي كده. بسم الله. على فكرة ده غلاي، ايوه بس انا بستغله. نحط ميه كمان. نقلبه كويس قوي لحد ما يدوب زي ما احنا عايزين. نحط معاه القوطة عشان القوطة تعتبر لك بسلة برضو. كده دوبناها خالص اهي. بصوا اهي. ظبطت الملح بتاعها مع الخضرة. مش باينة كمان، قليلة خالص عشان ما تتحرقش في الزيت. البيضة بيضة واحدة بس، عشان احنا متعودين في القرنبيط على طعم البيض برضه. كده حلو قوي، بس محتاجة ازيد شوية كمون، فاحط الخلطة بالكمون بتاعها كده. دي باينة، مش مشكلة، مش باين. زودت خلطة كمان بالبيضة كده، حلو قوي كده. عشان تعمل طبقة حلوة على البيض. تاني بقى خلاص نبص على القرنبيط. طبعا الخلطة دي مظبطة اللي احنا نحط هنا ونطلع نحط هنا. وريني بقى. اهو واحدة يا اياد، هاتلي معلقة يا اياد. معلقة كبيرة ولا صغيرة؟ معلقة كبيرة. ماشي يا حبيبي. كده نشوف بقى القرنبيط هنقلبه. القرنبيط ده طبعا وقته معسل جدا مسكر. دوقي العصاية القرنبيطة كده. وكمان العصاية برضو دخلت على سوا اهي. نسيبها كمان ايه، حبة كمان بسيطة، حبة كمان بسيطة. خلاص هنسيبها من 3-4 دقايق كمان بس. اتأكد ان كله بيغلي حوالين داير كده. كده نغطيها كمان عشان البخار يخلي العصي تستوي كويس. انا كده الصغنونه اللي استوت بطلعها اهو، تبرد حبه عقبال يعني اللي معموله كبيره شويه دي تكون استوت، انما الصغيره دول استووا خلاص. بس مش شرط كل واحده تستوي كله مع بعضيها، عشان خاطر في واحده مقطعه صغيره وفي واحده مقطعه كبيره. انا ايدي فاضيه دلوقتي. طب خلاص اقعد. لا طبعا. كده طلعت الصغير كله اهو. شفتي كده؟ ايوه استوت اهي. الحمد لله، الحمد لله. نطلع الباقي في الطبق ده عشان الطبق ده مش مغطي. طبعا يا برضه لما تيجي تتقلب لو في اي نسبة بتكمل سواها يعني مع العيال. يا رب الفيديو يعجبكم. ان كنتوا وصلتوا معايا لحد هنا لايك وشير وتعليق حلو منكم. ولو في اي تعليقات سلبية يا ريت تقولوا لنا، وربنا يكرمنا ان شاء الله. نطفي بقى المية ونسيبها تبرد. اوعوا تكبوا المية في الحوض كده
عشان ده اكبر غلط. ولما تكبوا ميه سخنه في الحوض يا ريت تسموا بسم الله قبل ما تكبوها، بالله عليكم يا جماعه، غلط غلط غلط. القرنبيط بقى خلاص اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هسقطه في الخلطه. بسم الله بسم الله. هنا كده. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. انا بحب بقى يعني ايه انزل كذا واحده مع بعض كده عشان يشربوا الخلطه كويس، واطلعهم في الدقيق كده. انا كده صح يا سونا ولا ايه؟ كده صح اهو. ارصه في الطبق بقى امال ايه؟ ما نيجي نقلي. انا صح يا سونا؟ تكتبي لي يا سناء انا صح ولا غلط؟ يا حبيبي يا رسول الله. كده خلاص جهزناه اهو، وعملنا كله بالدقيق عشان نقليه كله مره واحده. دول بقى الشويه اللي هم اتكسروا صغيرين عملتهم كده، اعملهم قرص واحد وهقلي معاكم ونشوف ان شاء الله. يا رب يعجبكم. لايك وشير بالله عليكم وتعليق كويس. ربنا يكرمنا ويكرمكم ان شاء الله. اخواتي وحبايبي، غدانا النهارده القرنبيط اهو. الف هنا وشفا زي الفل، ناشف جميل ماسك بعضه. تسلمي يا سناء يا حبيبتي، نعيش ونتعلم منك، تعيشي ونتعلم منك، يديك الصحه ورب يخليك ولادك. طبعا القرنبيط جنبيه سلطه، جنبيه جرجير، وفي لفت بقى اللي عايز ياكل لفت اللي كنا عاملين مع بعض وعملنا بعديه كذا مره. والف هنا وشفا. وبالله عليكم اللي وصل لحد هنا لايك وتعليق. الله يسعدكم جميعا يا رب ويكرمكم. انا بحاول بقدر الامكان اعمل اكل ان انا ما عملتوش على القناه قبل كده عشان ما حدش يزهق مننا. وسمعونا الصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا رب إن شاء الله يوعدنا جميعا بزيارة الحبيب النبي يا رب، وتفضلوا نعمة في حياتي، وتسعدوني وتشرفوني في القناة، وتشرفوني بتعليقكم الجميلة. وأنا فرحانة جدا والله إن أنا ببقى شايفاكم في التعليقات، بتعلقوا تعليقات حلوة جدا. والف هنا وشفا، يا رب يجربوه ويعجبكم. وتسلمي لي يا سناء يا حبيبتي، ويسلم الجدع وتديموا عليا، ربنا يخليكم ليا من اخواتي وحبايبي اللي انا بصوا اتشرفت بمعرفتكم والله العظيم. يا رب ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، ولو في اي حاجه مش عاجباكم قولوا لي وانا اصلحها في الفيديوهات اللي بعد كده. وتسلموا لي يا رب، وصلوا على الحبيب. الصلاة على الحبيب مسك وطيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.